النهاردة معانا فكرة ممكن تكون بداية مشروع لطيف قوي من البيت، مش محتاجة تقريبا أي رأس مال. التفريغ الصوتي. المصادر اللي معانا شكلها كده ملاحظات ودليل عملي للموضوع. فاحنا النهاردة هدفنا نفهم بقى، هل دي فكرة بجد وإيه خطواتها ومناسبة لمين؟ يلا بينا نفصص الموضوع ده ونشوف إيه القصة. فعلا فكرة حلوة، بالذات حتة إنها بتعتمد على مهارة أكتر ما بتعتمد على فلوس في الأول، والبداية محتاجة شوية توضيح. تمام، خلينا نبدأ من الأول خالص. يعني إيه أصلا تفريغ صوتي؟ الموضوع ببساطة زي ما الملاحظات بتقول كده، إن الواحد يحول الكلام اللي في تسجيل صوتي أو فيديو لنص مكتوب. بالظبط. والنقطة المهمة أوي هنا بقى هي إن في طلب عليه. الطلب ده بيزيد كمان. الملاحظات بتقول إن جهات كتير بتحتاجه. يعني عندك مثلا صناع المحتوى، البودكاسترز واليوتيوبرز، دول بيحتاجوا نصوص حلقاتهم مكتوبة. الدكاترة في الجامعات والمحاضرين، الباحثين، حتى الشركات ساعات بيوثقوا اجتماعاتهم. ده حقيقي، والميزة الكبيرة بقى إن الأدوات المطلوبة بسيطة جدا، يعني كمبيوتر أو حتى موبايل كويس، سماعة عادية، ونت طبعا. دي حاجة بتخلي أي حد تقريبا يقدر يبدأ، يعني سهلة. والملاحظات كمان بتلمح لحاجة مهمة، الفلوس. بتقول إن ممكن الدخل يتراوح بين 5 ل 15 دولار للساعة الصوتية الواحدة. الكلام ده إيه؟ ده كلام مش وحش خالص كبداية. هو الأرقام دي فعلا موجودة في السوق، بس خلينا نكون واقعيين. الوصول لل 15 دولار دي مش أول ما تبدأ، لا، ده بيعتمد بشكل كبير قوي على جودة شغلك عاملة إزاي، سرعتك في التسليم، الدقة نفسها بتاعة التفريغ. كمان نوع المحتوى بيفرق، يعني التفريغ الطبي أو القانوني أكيد أغلى، فلازم الواحد يحسبها كويس، المجهود والوقت قصاد العائد ده. تمام، نقطة مهمة جدا دي. طيب، لو حد سمعنا دلوقتي وقال أنا عايز أجرب، الملاحظات بتقترح نبدأ إزاي عملياً؟ الخطوات شكلها واضحة إلى حد ما، يعني بتقول نسجل في منصات العمل الحر زي خمسات أو مستقل لو هنركز على الشغل العربي، أو لو حد لغته كويسة ممكن يشوف Upwork أو فريلانسر. تمام، واختيار المنصة نفسها مهم. كل منصة ليها نظامها وشروطها، فلازم الواحد يفهمها كويس الأول. وحاجة تانية أساسية، لازم تجهز عينة شغل قوية، حتى لو مقطع صغير، دي اللي بتوري العميل مستواك عامل إزاي. ممكن تستخدم جوجل دوكس عادي وتفرغ أي مقطع صوتي كنموذج يعني. عشان العميل يثق في الشغل قبل ما يطلب، صح؟ والملاحظات كمان بتركز على إن وصف الخدمة اللي بنكتبه على المنصة لازم يكون واضح وجذاب. يعني مثال زي أقدم خدمة تفريغ صوتي احترافي للملفات الصوتية والبودكاست باللغة العربية بدقة وسرعة، حاجة زي كده. أكيد، الوصف ده هو واجهتك. كل ما كان احترافي وواضح، كل ما عكس جودة الشغل اللي هتقدمه. وفي استراتيجية كويسة برضو للمبتدئين، الملاحظات ذكرتها. بتاعت السعر الرمزي في الأول دي. بالظبط، إن أول خدمة أو 2 يكونوا بسعر قليل عشان تاخد تقييمات إيجابية وتبني سمعة كويسة. في الأول السمعة والثقة أهم من المكسب السريع. استثمار للمستقبل يعني. طيب، هل في أدوات ممكن تسرع الشغلانة دي شوية؟ الملاحظات ذكرت حاجات زي جوجل دوكس فويس تايبنج أو موقع زي otter.ai. بصي، الأدوات دي بتساعد طبعاً، وممكن جداً توفر وقت في عمل مسودة أولى، خصوصاً لو جودة الصوت كويسة واللهجة واضحة وقياسية. لكن الاعتماد عليها تماماً، بالذات في العربي بلهجاته الكتير وتراكيبه المختلفة، دي مخاطرة. يعني ممكن تلاقي أخطاء كتير. المراجعة البشرية الدقيقة، تصحيح الأخطاء دي وتنسيق النص النهائي بالشكل المطلوب، ده أساس الشغل الكويس اللي العميل بيدفع عشانه. الدقة هنا هي مفتاح كل حاجة. يعني في الآخر المهارة البشرية هي الأساس مش الآلة. وده ياخدنا لنقطة مهمة، إيه أهم المهارات اللي الواحد محتاجها عشان يشتغل في التفريغ الصوتي؟ الملاحظات لخصتها في كذا نقطة مهمة. أولاً طبعاً لازم يكون عندك إلمام كويس جداً باللغة اللي بتفرغ بيها، يعني لو عربي يبقى القواعد والإملاء والنحو. تاني حاجة، سرعة كتابة معقولة على الكيبورد. تالت حاجة، ودي مهمة قوي، الانتباه الشديد للتفاصيل زي الأسماء، الأرقام، التواريخ، المصطلحات الخاصة لو المجال متخصص. ورابعاً، قدرة كويسة على السمع والتمييز بين الأصوات المختلفة لو التسجيل فيه أكتر من شخص بيتكلم. تمام، ودي كلها مهارات الواحد يقدر يشتغل عليها ويحسنها مع الوقت والممارسة، مش كده؟ أكيد بالممارسة كل ده بيتحسن. الملاحظات كمان جايبة قصة نجاح
بسيطة كده بس معبرة قوي لطالبة مغربية اسمها أمينة. القصص الواقعية دي دايما بتدي أمل وتحفيز. فعلا أمينة دي حسب الملاحظات طالبة بدأت من بيتها خالص، فريلانسر على منصة خمسات. كانت بتفرغ حلقات بودكاست تعليمي. قدرت في البداية تحقق دخل شهري يعني ممكن نقول بسيط بيتراوح بين 1500 ل 3000 درهم مغربي. مش وحش كبداية وهي طالبة. بالظبط. ومع الوقت بقى قدرت تطور سرعتها وجودتها، وبقى عندها عملاء دايمين من منطقة الخليج. والغريب إن بدايتها خالص كانت بتجربة مجانية عملتها العميل عشان بس تثبت نفسها وتاخد أول تقييم. شوفي بقى، المثال ده حلو قوي لأنه بيوضح إن البداية ممكن تكون متواضعة جداً، بس بالالتزام والتطوير المستمر الشغلانة دي ممكن تتحول لمصدر دخل كويس فعلاً. وبيأكد تاني على أهمية بناء الثقة اللي كنا بنتكلم فيها. ومع التطور ده ممكن الواحد يحتاج مساعدة أو دعم أكتر. الملاحظات أشارت لجهة اسمها مكتب علول للخدمات كجهة ممكن تساعد. وجود جهات زي دي ممكن يكون مفيد، خصوصاً للي عايز ياخد الموضوع بشكل أكتر احترافية وينظمه. يعني ممكن يساعدوا في حاجات زي إزاي تعمل نموذج عقد بسيط يحفظ حقك وحق العميل، أو يدوا استشارات في التسعير إزاي تتفاوض إزاي على السعر، أو حتى لو حد فكر يكبر الموضوع وعايز يحوله لمشروع رسمي أكتر ممكن يساعدوا في فهم الإجراءات المطلوبة. ممتاز. يبقى لو حبينا نلخص كده أهم النقط اللي طلعنا بيها من الملاحظات دي، فكرة التفريغ الصوتي كشغل من البيت دي فكرة ممكنة وواقعية، مش محتاجة رأس مال كبير في الأول. خطوات البداية واضحة ومباشرة. النجاح فيها بيعتمد بشكل أساسي على المهارة، الجودة والالتزام بالمواعيد، وفعلا في إمكانية حقيقية لتحقيق دخل منها. بالظبط كده. وهنا بقى ممكن نسيب سؤال للمستمعين يفكروا فيه بعد ما استعرضنا كل ده. المهارة دي نفسها، مهارة الاستماع العميق والمركز والتدقيق في المحتوى المسموع ده، هل ممكن تكون أساس لمهارات تانية ليها قيمة أعلى في السوق؟ يعني هل ممكن تتطور لقدرة على تلخيص المحتوى ده بسرعة، أو تحليله واستخلاص الأفكار المهمة منه، أو حتى استخدامه للمساعدة في أبحاث معينة؟ بمعنى تاني، إيه القيمة المضافة اللي ممكن الواحد يقدمها بعد ما يتقن الأساسيات بتاعة التفريغ؟ سؤال حلو جدا ويفتح مجالات تانية خالص للتفكير. بكده نكون فصصنا أهم النقط